الكلمة السيد عبد اللطيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم تحية، وتحية أيضا للإخوة في رابطة المواطنة والكرامة والحرية العامة على هذه الاستضافة. المقاربة التي ننوي الاشتغال عليها في الواقع هي مقاربة تلتقي كثيرا مع ذكره الأستاذ القاسم من منطلق، وهي طبعا تسعى للنظر في معوقات البناء الديمقراطي في تونس وحتى عربيا بشكل. المعوقات هذه هي بالاساس في تقديري تتصل بما نسميه بخصائص الخطاب السياسي، النخبه السياسيه. يقيننا ان الاشكال الكبير الان على مستوى قدره تونس على مستوى عربي ان الاشكال يتعلق اساسا ببنيه العقل العربي اساسا، يعني السياسه منتوج في الاخير في تراكم ثقافي الى غير ذلك. وعلى هذا الاساس قلنا لا باس ان ننظر في معوقات هذا البناء الديمقراطي بالاشتغال على ما هي السمات المشتركه للخطاب السياسي الان المطروح في تونس في قطر تونس وحتى على المستوى العربي بشكل. اولا الملحوظه الاولى ان هذا الخطاب السياسي يتسم بجمله من الخصائص. اولا انه خطاب ليس متجانسا وليس متسقا، هو خطاب يعني تحكمه مرجعيات وتحكمه رؤى وتحكمه خلفيات. هذا واحد. اثنين، ان هذا الخطاب في تصوري ايضا هو خطاب يحيا مع واقعه في علاقه غير مباشره، بمعنى انه خطاب يبدو متعاليا بحد كبير عن هذا الواقع وليس محكوما به متصلا به. الخطاب ثابت والواقع متجدد متحرك. هذا الخطاب متعالي عن واقعه في الواقع ما هو في نهايته الا مؤشر على فشل العقل العربي اجمالا ومنه عقل في تونس في انتاج خطاب متسق مطابق لواقعه وملائم لطموحاته. سريعا اقول ان من خصائص هذا الخطاب ما هي؟ سريعا، الخطاب السياسي لدى النخبه السياسيه في القطر في تونس اولا انه خطاب نخبه، هو خطاب نخبوي بالاساس. نخبوي لماذا؟ لان رسالته ووجه خطابه النخبه وليست الشعب. اذا هو خطاب نخبوي بل يكاد يكون خطاب مناسباتي. اذا مصدر فكره هذا الخطاب ووجهه خطابه النخبه وليست الشعب، اي ان هذه النخبه هي مصدر الفكر لديه وهي قوه التغيير الفعلي لديه، والتي لا يعد ان يكون الشعب دوره مجرد رديفا لها ولدورها. هذا يعني في الحقيقه ان اهتمامات هذا الخطاب السياسي في مستوى الاحزاب السياسيه الا ما قل في الواقع، مش منطقه التعميم لكن هذا المشترك، ان اهتمامات هذا الخطاب ليست في الحقيقه الحياه الشعبيه ولكنها بالاساس قد تكون مصدرا للفئه السياسيه الضيقه في هذا المعنى. لذلك يبدو في تقديري ان هذا الخطاب في مجمله خطاب يعيش نوعا من الاغتراب عن هذا الواقع، ولعل نتائج انتخابات اكتوبر كشفت الى حد كبير على الاقل في مستوى الاحزاب التي كانت تدور في فريق السلطه يوما ما مقابل الجافي ان احزاب لحد ما رغم نضاليتها ورغم كذا بدا ان خطابها ليس خطابا مسوقا جماهيريا وشعبيا، اذا هو خطاب يبدو متعالي على الشعب. هذا الخطاب في تقديري في نخبيته ونخبويته ان شئتم هو خطاب يعني خرج بفعل السياسه من الشعب. السياسه اخرجت خطاب النخبه من الشعب، فبدات النخبه في جهه والشعب في جهه ثانيه. السمه الثانيه للخطاب السياسي للنخبه السياسيه انه في تقديري متعلق بفكر ازمه والفكر المأزوم. شو معنى هذا؟ الازمه في تقديري لها وجهان، وجه اول داخلي ووجه خارجي. الوجه الداخلي لازمه الخطاب السياسي المعيق للبناء الديمقراطي في تونس. الوجه الداخلي مؤشرات حالات الانكسار والتشظي والتفتت التي تعود في دورها التي تشرد الاحزاب السياسيه في انقساماتها وفي تشظيها الى عوامل ذاتيه بالاساس الشخصيه شئتم والى طموحات سلطويه بالاساس يعني دائما تبقى في مستوى الذات يسموه الشعب.
الوجه الخارجي لأزمة هذا الخطاب متصل بالواقع وهو ضحيته بما مورس عليه، بل على كل تفكير سياسي مخالف السلطة من ألوان القمع والترهيب والتخويف. لذلك أجد أن الخطاب كان خطابا مربكا بفعل القمع الذي كان يمارس حقيقة. لذلك لا نجد هذا التساوى وهذا الانسجام وهذا في مستوى خطاب هذه النخبة. السمة الثالثة لهذا الخطاب السياسي الذي يعيق بناء ديمقراطي أنه خطاب محتكم إلى فكر سياسوي، بمعنى أن مآله سياسي بدرجة أولى ومصادره سياسية بدرجة أساسية، أي أنه بقي يشتغل في هذا الحيز المعرفي دون غيره من مجالات التفكير الأخرى، خاصة ما كان وثيق الصلة بانتظارات طبقات المجتمع واحتياجاتها، بحيث لم يكن تكثيفا أعلى لفعاليات الاجتماعية، ولكنه كان منحصرا في فضاءات سياسية ضيقة. هذه السمة في غياب فعاليات تفكير سياسي مجتمعية وبقي على أفراد النخبة منصب في الواقع على ذات النخبة بدرجة أولى، وعليه بدا هذا الخطاب في مجمله خطابا بدا كأنه بمظهر التكوين الغريب للمجتمع، هو تكوين غريب وتكوين هشيم، ويبدو أن هناك حالة انفصال بين هذا الخطاب وبين هذه النخبة. السمة الموالية أنه فكر تقليدي محافظ، وإن ادعى التقدمية والحداثة والثورية في تقديره. كونه تقليديا يعني من الأول أنه فكر يدعو إلى إعادة إنتاج نماذج من الحياة الاجتماعية الماضية سواء في محيط العالم الإسلامي أو في خارجه الغربي، والتي صارت جزءا من الماضي لا سبيل لاستعادته، فهو بذلك خارج إطاره الزمان. كثير من الخطابات الآن أجدها خطابات رومانسية، يعني خطابات بالأساس مشدودة إلى ثبوت معرفي قديم، يعني خارج بل متخارج عن إطاره الزمكاني العصر الحالي. اثنين، أنه فكر غير شعبي، بمعنى أنه متعالم الشعب لم يهضمه ولم يفهمه، لذلك أن هذه الشعبوية بالأساس جعلت هذا الخطاب يتسم بدوره بسمتين اثنتين فرعيتين، هو كونه توفيقيا من جهة وسطحيا من جهة ثانية. توفيقي لأنه يلتقط فكرة من هنا وأخرى من هناك كي يبني موقفا ويبرر الممارسة. هو إسلامي حين يخاطب الجماهير العريضة اعتقاده أنها الإسلامية في مستوى ايديولوجيتها وهي كذلك حقيقة، وهو ثوري اشتراكي حين يخاطب شرائح اجتماعية معينة العمال والفلاحين ويدعي أحقيته بالدفاع عنهم دون غيره، وهو عروبي عندما يخاطب الفئات المتعلمة والجماهير العريضة ويعتبر الصراع العربي الصهيوني جوهر مشروعه ولا ينافسه في ذلك أحد، وهو إصلاحي تحديثي حين يلتقي بشرائح البرجوازية والتجارية والمالكة ويدعي أنه هو يعني لبراس الحداثة ولبراس يعني التقدم. أما عن سطحية هذا الخطاب فتبدو في نظرنا في افتقار الطبقة الوسطى المؤتمنة على هذا الخطاب إلى منظومة معرفية سياسية متميزة وخاصة بها. أليس لافتا للنظر في مستوى منتوج العرب السياسي أنه لا يوجد فيلسوف سياسي لهذه الطبقة رغم صلاتها القوية والقديمة بأوروبا؟ إنها طبقة لا تقرأ ولا تتجدد، هي تعيد إنتاج نفسها كلما تغيرت الأحوال دون نسق معرفي عقلاني واضح المسار والوجه. إن الطبقة السياسية التي نمثلها على الأقل منجمة الفكر السياسي لم تعد ولودا، هي لم تكن ثورية وإن ادعت ذلك وزايدت عليه، ولم تعمل على تغيير الواقع بل حتى لم تسعى إلى مجرد تفسيره وفهمه ومعرفته. السمة الموالية لهذا الخطاب السياسي، هذا الفكر السياسي الذي يعيق كل إمكانية من الديمقراطية أنه فكر أيديولوجي. إيش معنى أيديولوجي؟ أي أن تفكير الطبقة السياسية أيديولوجي بالمعنى السيء للكلمة. فإذا كانت المصادر الأوسطية للفكر السياسي الغربي تمتاز بانبثاقها بالنظر الشامل للوجود، فلسفة التنوير في أوروبا بنت خطابها السياسي على تصور كامل، تصور وجود الإنسان في المجتمع الغربي. الخطاب السياسي العربي ومنها في تونس خطاب الخط هو خطاب تجسيدي لا تحكمه رؤية شاملة للإنسان، من يكون هذا الإنسان، من نحن، هذا إشكال. لذلك يبقى في تقدير خطاب التجسيد أي أنه ليس محكوما بنظرة شاملة لوجود الإنسان والعالم والمجتمع والإنسان،
تنصب على المجال الاجتماعي العام فلا تقتصر على مسار ضيق لهذه الشريحه وتلك. ان الفكر السياسي العربي عموما وفكر المخابرات السياسيه في تونس يفتقر لهذه الخصائص جميعا. لماذا؟ اولا لان الخطاب السياسي ضيق مصادره كلها لينحصر في الشكل السياسي دون غيره، فهو لا يلغيها ولا يوجد بدونها، في حين ان الفكر السياسي الغربي يبدا بالسياسه فيلغي جذور العقل العربي، يبدا بالسياسه فيلغي جذورها الفلسفيه والمعرفيه والاجتماعيه والتاريخيه، وبذلك يضيق الساحه الاجتماعيه التي يسعى الفكر العالمي الى التاثير فيها، ويظل يشتغل باسلوب اقرب الى تقنيات العمل السياسي منها الى مضمون العمل السياسي. ان نخشى ان يجتمع احفادنا بعد 50 سنه ليكرر الاقوال نفسها بلا تقدم مثل ما نكرر ذلك نحن اليوم بعد 50 سنه على الاقل من السؤال السياسي، ذلك لان التناصت والمشابهه والمتابعه المنهجيه مفقوده كلها في حياتنا الفكريه والسياسيه، وحضور الثقافه السياسيه هزيل في قناعاتنا وممارساتنا. ان كلمه مثقف انتلكتوال ترجمه عربيه لهذا المفهوم العظيم المستورد، لكن المصطلح انتلكتوال الاجنبي يحيل بالدرجه الاولى على الفكر والذهن والعقل لا على الثقافه عموما، اي على العقل الذي ينتج هذه الثقافه عموما التي لا تتضمن معنى التركيز على الفكر المفهوم الساعي الى معرفه الواقع. وفي نقرا ان نرجع كلمه ايش معنى كلمه انتلكت وانتلكتيال في معجم الناروت الفرنسي شو يقول لك؟ انتلكت سبب ماسكينا فاكولتي دي بونسي انتليجنس. انتلكتيال adjectif qui appartient à l'intelligence à l'activité de l'esprit، يعني المثقف بالاساس في مستوى التعريف هو الذي يشتغل معرفيا بواسطه العقل ويشتغل ذهنيا، انه مع الفهم بدرجه اولى. لا شك لحظه في ان هذه الحاله السيئه للتفكير السياسي هذا المخبنه التي تعيق كل امكانيه بناء ديمقراطي مردها في جانب امكانيه الانظمه القمعيه الحاكمه، اذا هي منتوج بمختلف اتجاهاتها الايديولوجيه، فهي حاربت الفكر والثقافه المغيره ونهضت الابداع ووجهت الجديد بالتقليد وواجهت السلف القديم بالجديد الحديث المشوه، ولا تسمح الفكر السياسي ان يشتغل خارج اطارها او على الاقل في محاذاه هذا الاطار. وامام هذا كله ظلت القضايا الاساسيه لدينا غير معالجه الا اماما، وظل الخطاب السياسي بعيدا عن غوصه في اعماق مشاكلنا، وظلت قضايا حقوق المواطنه وسياده الشعب والامه دون مباشره جديه، ولم يقم المفكرون والسياسيون بتحديد حقوق هذه المواطنه وواجباتها وما تتعرض له من تصفيه واغتصاب والغاء غير الافراد بالحكام والعائلات الحاكمه. اعتقد اساسا وهذه فكره اكلمها ان الاحزاب والسياسيه الحاكمه منها وغير الحاكمه ليست معنيه بالتفكير السياسي وبالاهتمام بالتثقيف السياسي ولا تشجع عليها، بل هي في بعضها جزء من قوى القمع ومنظومته غير الشرعيه، فكثير ما كان دورها الفكري وسيظل هو تقديم التزكيات لهذا النظام او ذاك او لهذه الهيئه او تلك، بما يظن انه وضع قدم فاعل في القرارات الاساسيه والتوجهات الاستراتيجيه. ان الخطاب السياسي السائد الذي يعيق كل امكانيه بناء ديمقراطي عموما ممثل في التشكيلات الحزبيه المتبنيه له يمارس سياسه لا كخطاب في الواقع القائم بل كخطاب يبحث عن واقع اخر بديل، هو يبحث عن واقع الافتراض وليس عن واقع المعيش، انه يقفز عليه ليطرح كبديل عنه اما الواقع العربي الاسلامي الممجد واما الواقع الحاضر الاوروبي في ثوبه الليبرالي او ما بعد الليبرالي او ثوبه اليساري الماركسي. يتعلق الامر اذن بنفس القطبين اللذين يتمحور حولهما الخطاب العربي العام التراث والحداثه او الاصاله والتجديد. وقد نجد في هذا التوصيف نقدي مبررات في تاريخ الفكر العربي الاسلامي، ذلك ان حظ العلوم السياسيه لدى السلف كان بالنسبه لغير العلوم اسوأ حظ. اثنين، ان نظام الحكم في الجماعات الاسلاميه القديمه انما هو قائم على معنى الغلبه بما ينتج عنه ضغطا على حريه العلم وبالتالي التضييق على الكلام في السياسه ودراسه علومها. السياسه في المجتمع العربي الاسلامي لم تمارس المعنى اليوناني للكلمه، اي كمجموعه مسؤوليات وحقوق وواجبات على عاتق عضو حر مسؤول يشكل جزءا من مجموعه تنتمي الى مدينه البوليس بالتصور اليوناني. هذه العوامل خلفت عقودا في التفكير السياسي المخبنه ان لم نقل معاداه له وتكفيرا لصاحبه، واي راغب في مسار مثل هذه الموضوعات مدعو الى ان
حمايه كتاب الحيوان الذي قلنا الحيوان باعتباره رمزا لمجتمع الانسان. هكذا تم كشف انه ثمه ارتباط بين طبيعه الثقافه السياسيه السائده في مجتمع ما وطبيعه النظام السياسي القائم في هذا المجتمع وطبيعه المخبر السياسيه المنتجه له، فضلا عن تاثيرها في الاستقرار السياسي. لكن ما الذي نعني بالثقافه السياسيه؟ عديده التعريف مقدم لهذا المفهوم حول معنى الثقافه السياسيه. الثقافه هي تلك الاتجاهات المشتركه حول الحياه السياسيه التي يشترك فيها اغلب المواطنين وهي تتضمن القيم والمعايير التي تصل بالنظام السياسي. فالثقافه السياسيه حموله شارج مشبع بها الافراد المواطنون تعدل علاقاتهم بالنظام السياسي، تضمن المشاركه المسؤوله في تدبير الشان السياسي خصوصا وكذلك الشان العام. لذلك ليس من الممكن فصل الحاله السياسيه لمجتمع ما عن طبيعه الثقافه السياسيه السائده فيه من حيث مفاهيمها والياتها وميكانيزماتها وتفكير افرادها وقواعد وضبط سلوكها ومسؤولياتها. نختزل الثقافه السياسيه وتعريفها بجماليه كونها الطريقه التي يفكر ويتصرف من خلال المجتمع في علاقاته بالدوله وبنظام الحكم فيها، وكذلك الاسلوب الذي يتعامل مع مؤسسات الدوله والنظام مع المجتمع ومختلف مكوناته. ان الديمقراطيه ليست تعبيرا عن حقيقه البنائيه المؤسسيه فقط. الديمقراطيه ننشرها ليست فقط تعبير عن حقيقه بنائيه ستركتورال ومؤسسيه فقط، ولكنها مجموعه من القيم والاتجاهات والمشاعر المشجعه لممارسه الديمقراطيه الفاعله من جانب الحكام والمحكومين. لذلك لا يولد الفرد ديمقراطيا المواطن، وانما ينشأ على ذلك كله. فعمليه التنشئه السياسيه التي هي ضمانه كل بناء ديمقراطي اساسيه في الارتقاء بالخطاب السياسي والممارسه السياسيه لما هو مكتوب بعيدا عن المسائل والاقصاء والتشريع والاضطهاد والخوف والاستقاله. وتلعب عديد من الادوات طبعا دور حسن في الثقافه، الفضاء الاسري، الفضاء المدرسي، الفضاء المجتمعي الى اخره. انه من الاشكاليات الان التي لم تتحول بعد الى احدى خامات الصراع في الثقافه العربيه الاسلاميه اشكاليه الاسلاميه بالاطار المرجع كادر فرنسيان للمثقف السلطه. المثقف العربي ما عندهاش اطار مرجع، المثقف السياسي